ايه رأيكم بقى في النتيجة النهائية؟ الاتنين والله احلى من بعض، وكمان هوريكم في اخر الفيديو واحدة تالتة، علشان هما بيتحطوا كده مجموعة كده مع بعض بيبقى شكلها تحفة. تعالوا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونبدأ الفيديو. انا جايبة الاطار الحديد ده، جايباه من عند بتاع اللي هو مستلزمات الخيش والخرز والحاجات دي، بيبقى عنده الاطارات دي. تمام. جبته ب25 جنيه، حسب المقاس اللي انت عايزاه، وحسب المقاس بتاع المفرش اللي انت هتحطيه. تمام. انا جبته اكبر من المفرش على اساس ان هو يبقى المفرش مشدود عليه. خلاص. وجبت الخشب ده، في منه برضو الوان. في منه ده، وفي منه الاغمق شوية، وفي منه البني الغامق. الواحدة ب1 جنيه، فانا جبت 50 واحدة عشان يبقوا عندي بزيادة شوية. تمام. وركبت الخشب خلاص في الاطار، وقفلته بالشمع زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي كده. انا علشان اتاكد ان هو مقفول كويس قوي، فحطيت شمع من الناحيتين، من الناحيتين بتوع الخشبه دي الاخيره، او الخرزان الخشب دي. مليتها من هنا ومن هنا، ورحت كابسه فيها الاطار من الطرف ده ومن الطرف ده، بحيث ان انا اتاكد كويس قوي ان هي مش هتفتح. خلاص انا كده اتاكدت تمام ان هي قفلت كويس قوي. هبتدي بقى اشتغل عليها. هي كده زي الحديد. تمام. انا دلوقتي هعمل هشتغل على المفرش. المفرش بتاعي فيه 12 وردة، زي ما انتوا شايفين كده 12 وحدة مثلا، او بوز. البوز اللي انتوا شايفين ده 12 واحدة في المفرش. وانا حاطة 48 خشبة او خرزاية خشب في الاطار. خلاص. علشان يبقى يعني ال48 خشبة دول قسمتهم على ال12 وحدة بتاعة المفرش، ادوني 4. ال4 دول بمعنى ان احنا كل 4 خرزات خشب هن هنربط طرف من المفرش في الاطار زي ما انتوا هتشوفوا كده. بس الاول انا بعمل دلوقتي؟ انا بحط يعني خيطة في كل طرف من الاطراف بتاعة المفرش، بحيث ان هي دي اللي انا هقدر بعد كده اربط بيها واثبت المفرش على الاطار بيها. انا كده عملتهم كلهم، بس انا عملت معاكم واحدة بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم. هجيب بقى دلوقتي المفرش واحطه كده في النص. خلاص. لازم الاطار يبقى اكبر من المفرش، وهربط اول خيطة في الاطار عادي الحديد. تمام. واربطه كويس قوي، ويا ريت تربطي كويس قوي، علشان المفروض ان هو الشكل النهائي يبقى المفرش مشدود. تمام. هجيب برضو اعد 4 وحدات من الخشب دول. خلاص. وهربط تاني واحدة. هيبان بقى معاكي المنظر شوية بعد 3 4 وردات. اول ما تربطيهم في الحلقة اللي هي الحديد، هيبان بقى شكل هيبان الشكل هيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده، كل 4 خرزات خشب خلاص بربط فيها وردة من المفرش، وبربطها كويس قوي. خلاص. هيبان بقى دلوقتي كده الشكل هيبقى عامل ازاي. انا كده خلصت خالص. فانا برضو علشان اثبتها كويس قوي وما اديهاش احتمال 1% ان هي ممكن تتفك، فانا بالشمع كده بقيت يعني الزق الدبارة اللي انا الخيطة اللي انا عملتها دي، الزقها كويس قوي في مكانها، علشان المفرش يفضل مشدود كده زي ما هو، وفي نفس الوقت عشان اتأكد ان هو مش هيفك. ده كده الشكل النهائي. في بقى ناس بتعمل منه، بتنزل منه الشراشيب الجاهزة دي. في ناس بتنزل منه ريش.
الريش ده لو انتي مش هتعرفي تجيبيه، ممكن عند بتاع المنظفات بيبقى فيه الريشة دي اللي هي بتاعت التنظيف، تجيبي منها الالوان اللي انتي عايزاها، يبقى فيها الوان كتير. هاتي منها الالوان اللي تليق مثلا عندك على الاوضة، ويعني قصقصي كده الريش والزقيه برضو في في الاطار ده من تحت، بيدي شكل حلو قوي. انا هنا كان عندي حزام جايباه برضو ب15 جنيه. انا هنا بقسمه على 4 علشان انزل منه اربع آه، 4 شراشيب كده من الاطار، فانا قسمته على 4. خلاص، انت عايزه تقسميه على 5، عايزه تقسميه على 6، هي الاطوال بتبقى مختلفه. انا هنا قسمته على 4 بس. خلاص. ممكن يتعمل بالخيط بتاع المكرمية، بيبقى حلو برضو، بس انا لقيت خيط المكرمية الكيلو تقريبا مش عارفة ب140 ولا ايه، فانا عايزة منه يعني في حدود متر، متر ونص، فقلت هجيب البكرة كلها على ايه. ابتديت بقى ان انا ايه، ادخل خرزاية خشب واربط تحتيها علشان ما تنزلش. لقيت العقدة الواحدة ممكن تنزل الخرزة، فروحت عاملة عقدتين. تمام، عملت عقدتين عشان اضمن ان هي مش هتنزل. خلاص. هو ايه، آه يعني الحتة اللي تحت اللي باقية بقى من الحبل ده او الحزام ده، حاولت ان انا افرطها شوية علشان تعمل زي شرشوبة. هي بس كانت محتاجة ان هي يعني اجيب لها شرشوبة من اللي هي الجاهزة، بتبقى على حرير شوية، وبتبقى مهدلة شوية ونازلة شوية كده بانسيابية احسن من دي، لان دي خدت خلاص وضع اللي هو الحلزوني، فما كانتش حلوة قوي، بس ممكن احنا نجيب لها الشرشوبة الجاهزة. هنا بثبتها بقى ما بين الخرز الخشب. خلاص، شوفي انت عايزة تثبتيها يعني كل خرزتين واحدة، كل 3، كل ما بين كل شرشوبة وشرشوبة خرزية واحدة زي ما انت عايزة. انا حطيت هنا آه، كل خرزتين خشب بحط واحدة بس، وطبعا بلزقها بالمسدس الشمع. عملت هنا ال4 خلاص، بقى ده الشكل النهائي. في ناس بتعمل المفرش نفسه ملون، مش شرط ابيض. في ناس بتعمل الخشب نفسه ملون، مش شرط برضو اللون الفاتح، حسب اللي تلاقيه وحسب لون عفشك. دي ده كان عندي كوستر بس اللي هو بيتحط على السفرة، اللي هو بتاع الحلل وكده، كوستر كبير خلاص من برضو الخيش وكده. فانا ايه، قلت استغله، فعملت فيه ايه، كان عندي مراية حطيتها في وسط الكوستر كده، وقلت ايه اثبت فيه المراية، وهعملها برضو بطريقة حلوة وشكل جمالي، بحيث ان هي تبقى ايه، تكمل البرواز الاولاني. انا ثبت بس حتة كده من المراية بحيث ان انا احطها في مكانها وتثبت في مكانها، وقلبت الكوستر كله بالمراية، ودخلت كده من تحت القطع بتاعة الكوستر، بقيت ادخل كده ايه بوز المسدس الشمع، بحيث اني انا انزل شمع كتير. عايزة اضمن ان المراية دي ما تقعش، لان دي ما ينفعش تتخيط، هي اخرها ان احنا نثبتها بالمسدس الشمع بس. فانا فضلت كده ايه انزل تحت كل قطعة واحط من المسدس الشمع، احط منه كتير، بحيث ان انا واضغط جامد علشان الزق المراية في الكوستر، واضمن ان هي مش هتقع، لان دي مراية برضو يعني اللهم احفظنا، يعني لو وقعت يعني هيبقى فيها خسائر. يعني الحمد لله رب العالمين ما وقعتش لما ثبتها كويس و... واتأكدت كويس قوي، يعني رفعتها على الحيطة كذا مرة، الحمد لله متثبتة كويس قوي. فانا علشان برضو الاطار بتاع المراية ما يبقاش شكله كده مش حلو، لا حطيت له كمان القطان الخيش ده، بيبقى فيه منه مقاسات رفيعة خالص لحد المقاس ده بيبقى تخين كده شوية، حطيته، وده الشكل النهائي. مش باين خالص ان ده كوستر، ومش باين خالص ان ده كان مفرش قديم، مش باينين خالص اي حاجة خالص. والحاجات دي بتبقى غالية، الطقم ده ممكن يخش له مثلا في 600 700 جنيه. دي اخر واحدة كان عندي برضو مفرش وكوستر، رحت لازقهم على بعض عشان يكملوا المنظر، والحمد لله طلعوا شكلهم تحفة جدا.